باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين. أكلمكم النهاردة في قطفة العسل عن قيامة الرب يسوع. أول مرة الحقيقة أكلمكم عن القيامة. العظة دهيت ألقيت يوم الجمعة 17/4/2026 اللي هي الجمعة الأولى من ال50 المقدسة، تحت عنوان القيامة: مفاهيم وملاحظات. مسيحيتنا بتقوم على حقيقة قيامة السيد المسيح من الأموات، والكتاب قال: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقم. ويكمل القديس بولس ويقول: ولكن الآن قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. ونلاحظ أحبائي أنه عند اختيار تلميذ بديلا ليهوذا الإسخريوطي كان هناك شرطا أساسيا لابد أن يتمتع به صاحب الاختيار، وهو كما جاء في أعمال 1:22 أن يكون شاهدا معنا بقيامته. السنة دي في عظة القيامة اللي قالها قداسة البابا توادرس ليلة العيد، قال: احنا نؤمن بثلاثية في قانون إيماننا المسيحي، وهي أن المسيح قام وصعد وسوف يأتي. قام وصعد وسوف يأتي. قام من الأموات وصعد إلى السماوات، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. سيأتي ديانا يحاسب كل واحد بحسب ما كان عمله، خيرا كان أم شرا. قال ده أمام عشرات من الضيوف الذين أتوا للتهنئة، وأمام الملايين أمام شاشات التلفزيون. أعلم بكل وضوح عقيدتنا في المسيح يسوع أنه قام وصعد وسوف يأتي. فالقيامة هي اللي ادت الصليب القيمة، يعني كل قيمة الصليب والفداء في القيامة. بغير القيامة الصليب ضعف وعار وخزي وفناء، لكن بالقيامة صار الصليب قوة، وصار الصليب فخر وبركة. قصة القيامة من زمان قوي. العهد القديم نجد إيليا النبي أقام ابن أرملة صرفة صيدا، وإليشع النبي أقام ابن المرأة الشونامية، وعظام إليشع أقامت ميت. وهناك الكثير من النبوات في العهد القديم عن القيامة. أبونا داود النبي يقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع قدوسك يرى فسادا. وفي مزمور 69 يقول: لا يغمرني سيل المياه، ولا يبتلعني العمق، ولا تطبق الهاوي علي فاها. وأبينا هوشع النبي يقول: يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. وأيضا يقول: من يد الهاوية أفديهم، ومن الموت أخلصهم. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ونجد أيضا في العهد القديم شخصيات ترمز للقيامة. عودة إسحاق أب الآباء حيا، وكلنا في قداس خميس العهد بنسمع أبونا يصلي اسم ذبح إسحاق، والمقابلات الجميلة بين إسحاق والسيد المسيح. أيضا خروج يونان من بطن الحوت بعد 3 أيام بتشاور على القيامة طبعا. وشريعة تطهير الأبرص، ما يجيبوا عصفورين يذبحوا واحد، وبعدين
بالزوفة كده هو ينضحوا على الأبرص بالدم بتاعه، وبعدين يجيبوا عصفور تاني حي يغمسوه في الدم ويطيروه، رمز للمسيح القائم من الأموات وعليه جراحاته. أيضا في العهد الجديد 3 إقامات أقام المسيح ابن يايروس وابن الأرملة بنايين والعازر، وتنبأ أيضا السيد المسيح عن موته وقيامته مرات كثيرة، ومرات عديدة يقول ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الخطاة ويصلب ويموت في اليوم الثالث يقوم. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ومرة قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، وكان يتحدث عن هيكل جسده. ونجد في إقامات السيد المسيح ال3 مفارقات عجيبة. لما نلاقي انه يقيم الصبية وابن الأرملة والعازر، أقام الإنسان كله، يعني أقام الطفولة بشخص الصبية، وأقام الشباب في شخص ابن الأرملة، وأقام الرجولة في شخص العازر. ولأنه ابن الله الوحيد وهو أيضا وحيد الجنس ووحيد أمه، اختار العينات كلها، كل منهم كان وحيدا. ابنة يايروس كانت وحيدة، وابن الأرملة كذلك، والعازر وحيدا على أختين. ونلاحظ أيضا عندما أقام ابنة يايروس كان لها أب وأم، وعندما أقام الشاب كان له أم دون أب، وعندما أقام العازر كان بلا أب وبلا أم. هكذا السيد المسيح من حيث لاهوته له في السماء أب دون أم، ومن حيث ناسوته له في الأرض أم دون أب، ومن حيث كهنوته هو بلا أب وبلا أم، لأنه رئيس كهنة على طقس ملك صادق الذي كان بلا أب وبلا أم. دي مفارقات قليلة، مفارقات كتيرة جدا في الإقامات، لكن اخترت لكم ال3 حاجات دول في المفارقات في إقامة السيد المسيح للأموات ال3. أيضا من الملاحظات أن السيد المسيح مع أنه أقام 3 من الموت، وفي العهد القديم قام 3 أيضا، إلى أن الرسول بولس يقول أنه بكورة الراقدين. هنا القديس بولس بيقصد أنه البكورة من حيث أنه أول من قام قيامة لا موت بعدها، وأن السيد المسيح أول من قام بجسد ممجد، وأن السيد المسيح لم يقمه أحد بل قام بسلطان لاهوته. من أجل هذه الثلاثية هو بكورة الراقدين. ونحن نتكلم بسلطان لاهوت السيد المسيح، نذكر سلطانه على ذاته، فهو القائل لهذا يحبني أبي لأني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. والسيد المسيح له كل المجد له سلطان أيضا أن يمنع خروج الروح، وله سلطان أن يسترجع الروح، وله سلطان أن يأخذ الروح، وله سلطان أن يحاسب الروح. ليه سلطان أن يمنع خروج الروح؟ بنجد ده في شفائه لحمات سمعان وشفائه لابن خادم الملك، اللي الكتاب قال عنه كان مشرفا على الموت. وابن خادم الملك المريض كان بيموت، ولذلك أبوه يقول للسيد يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. يعني قال كده انزل قبل أن يموت ابني، يعني كان الواد على حافة الموت. فالمسيح قال له اذهب ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة، ولما راح قريته علم انه
قام الساعة تعافى الساعة 7 في نفس الساعة اللي المسيح قال له فيها انزل ابنك حي. له سلطان أيضا أن يعيد الروح أو يسترجع الروح، وده قلناه في إقامة السيد المسيح لبنت ييروس وابن الأرملة والعازر، إنهم بعد ما ماتوا رجع لهم روحهم في جسدهم مرة أخرى. والسيد المسيح له سلطان أن يأخذ الروح، فحينما صلى استفانوس قائلا أيها الرب يسوع اقبل روحي، يقول الكتاب وإذ قال هذا رقد. ساعة ما كانوا بيرجموا استفانوس رفع عينيه للسماء وصلى وقال له أيها الرب يسوع اقبل روحي. سمع الرب يسوع طلبته، ويقول الكتاب وإذ قال هذا رقد، يعني أخذ روحه على طول. والسيد المسيح له سلطان أن يحاسب الروح. بين ديت في قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، كانوا ماسكين حجارة وبيرجموها، عايزين يرجموها، وجابوها للمسيح وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. وبعدين قال للمرأة يا امرأة أما دانك أحد؟ بصت على الساحة كده لقيت الساحة فاضية مفيهاش حد إلا المسيح قدامها. قالت له لا يا سيد، قال ولا أنا أدينك، لأن المسيح هو الديان، والآب قد أعطى كل الدينونة للابن. قال لها اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا. وفي يوم الدينونة يقولوا متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء إلى آخره. فهنا السيد المسيح له سلطان أن يحاسب. من الملاحظات الجميلة أيضا عظمة ميلاده وعظمة قيامته، وهناك مقابلة في 3 أمور. فقد خرج من أحشاء أم البتول العذراء مريم واحتفظت ببتوليتها مختومة، وفي قيامته قام والقبر مغلق ومختوم. وكان ميلاد السيد المسيح ميلادا فائقا للطبيعة، وقيامته أيضا فائقة للطبيعة لأنه قام بلاهوته ولم يقمه أحد. وفي عظمة ميلاده إنه أخلى ذاته، فلم يستقبله أحد من ملائكة السماء. حين شق السماوات ونزل لم يدري به أحد، نزل سرا. وفي عظمة قيامته نرى ذات التواضع، لأنه قام سرا، مع أن الصليب لما صلب المسيح اتصلب أمام الكل، أمام الجميع، الجميع رأوه وهو مصلوب، لكن في قيامته قام سرا، يدوبك معاه ملكين، والملكين ظهروا بس لأجل إرسال رسالة للمريمات عشان يعلنوا القيامة. من الملاحظ أيضا أن الملاك يقول للمريمات أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. كان يكفي أن يقول يسوع أو الناصري أو المصلوب، لكن قال اسمه وصفته ورسالته. اسمه يسوع وصفته ناصري ورسالته مصلوب، عشان يأكد ليهم انه بيتكلم عن نفس الشخص بلا التباس. ايضا في القيامة ملاحظات كثيرة، منها ان الملاك اللي ظهر للمريمات ظهر على شكل شاب. طبعا لم يظهر على شكل طفل او شيخ، لانه اذ يكرز بالقيامة يقدم لنا في شخص سمة الحياة المقامة، الحياة اللي ما تعرفش ضعف الطفولة ولا عجز الشيخوخة، إنما هي دائمة القوة لا تضعف ولا تشيخ. عشان كده ظهر الملاك بصورة شاب. ومن الملاحظات أيضا
في القيامة إن السيد المسيح عمل حوار مع اللي صورتهم الشكوك. يعني مثلا مريم المجدلية ظنته البستاني وحاولت أن تلمسه، تحاور مع مريم المجدلية وقال لها باسمها يا مريم، وتعرفت عليه وقالت له ربوني، تفسيره يا معلم. وبعدين اداها الرسالة انها توصل للتلاميذ انه قام وسوف يسبقهم الى الجليل. حاور ايضا تلميذي عمواس اللي اكتنفهم اليأس ورجعوا لقريتهم بلا رجاء. مشي معاهم وتظاهر ان الوقت امس عليه، ووافق على دعوتهما ليه ودخل معهم، وعند كسر الخبز اختفى. حتى إنهما قال ألم يكن قلبينا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويفسر لنا الكتب. دخل العلية بعد 8 أيام من قيامته وحاور معلمنا توما وقال له تعالى يا توما، ضع إصبعك في أثر المسامير وضع يدك في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. وحاور معلمنا بطرس اللي أنكره. وعايز أقول إنه في قصة إنكار بطرس كل اللي كان بيشغل بال بطرس مش لقائه بسيده أبدا، كان قول السيد المسيح لهم مرارا وتكرارا من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. هذه العبارة كانت سبب قلق بطرس على مستقبله الأبدي، فكان يخشى أن ينكر في السماء. لكن السيد المسيح طمنه وقال له أتحبني، وقال له أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وقال له أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أن أحبك، ل3 مرات. وبعدين ردوا إلى رسوليته وقال له ارعى غنمي وارعى خرافي. مفهوم آخر في القيامة أن القيامة هي قيامة للجسد، لأن الموت هو موت الجسد. وعلى فكرة في خطأ شائع بنقرأ كثير من الكتب، أنه بيجعلوا الموت للناسوت. الناسوت ليس الجسد فقط، بل الناسوت عنصرين، عنصر الجسد الإنساني وعنصر الروح الإنسانية أو النفس الإنسانية. فلما نقول إن الناسوت مات يبقى موتنا الروح مع الجسد. طب لما الروح الإنسانية تموت، مين اللي هيطلق أسر الرجاء ومين اللي هيقبض على الشيطان؟ علشان كده مهم جدا ان احنا نقول الموت للجسد. الكنيسة قالت يا من ذاق الموت بالجسد في القطعة 9 يا من ذاق الموت بالجسد. وبعدين في الاسم السريانية اللي بنصليها ورجعوا الاسم السريانية اسم رقم 17 في الخلاجي، يقول كده هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانفصلت نفسه من جسده، إذ لاهوت لم ينفصل قط لا من جسده ولا من نفسه. حتى جاب الاسم جايبة العنصرين جسده ونفسه، ودول عنصرين الناسوت. فالسيد المسيح مات جسديا، ذاق الموت بالجسد. وعند موت المسيح انفصلت روحه الإنسانية عن جسده الإنساني، فحدثت الوفاة كما تحدث لعامة الناس. أنا هشرح لكم الأمر ده بالظبط. لما المسيح كان حي قبل ما يموت، كان اللاهوت متحدا بالناسوت جسدا ونفسا. لكن لما انفصلت روح الإنسانية عن جسد الإنساني وحدثت الوفاة، بدأ كل عنصر لوحده، الجسد في القبر والنفس في الجحيم. لكن نفس المسيح المتحدة باللاهوت عملت أمرين في الجحيم. الأمر الأول جه الشيطان يقبض عليها، فاكرها زي كل الأنفس اللي نزلت الجحيم
أم نفس المسيح الإنسانية المتحدة باللاهوت قبضت على الشيطان؟ الأمر الثاني، أطلقت أسرى الرجاء اللي اتكلم عليهم أبونا زكريا النبي في سفره، وفتح السيد المسيح باب الفردوس لهم جميعا مع اللص اليمين طبعا. الجزئية الثانية، الجسد المسجى في القبر لكنه متحد أيضا باللاهوت، أو اللاهوت متحد بالجسد. حصل أمرين أيضا. الأمر الأول أن اللاهوت المتحد بالجسد جعل هذا الجسد لا يرى فسادا، تحقيقا للنبوة لن تدع قدوسك يرى فسادا. الأمر الثاني أنه في اليوم الثالث أقامه من الأموات. عشان كده لما نقرأ في سفر الأعمال أو في رسائل القديس بولس أقامه الله، ما ننزعجش. أقامه الله يعني أقامه اللاهوت، يعني اللاهوت أقام الجسد. دي قصة موت السيد المسيح على الصليب واتحاد اللاهوت بالناسوت. لكن يسأل سائل، كيف يموت وهو الله؟ الله لا يموت، اللاهوت لا يموت. القديس كورولس الكبير قال مثال جميل قوي، قال لو جبنا حديد وحميناه بالنار، حديد محمى بالنار، حين نطرق على الحديد، احنا بنطرق على الحديد ولا بنطرق على النار؟ بنطرق اساسا على الحديد، النار لا تتأثر. اذا اللاهوت متحد بهذا الجسد، لكن اللاهوت لا يموت، لا يتأثر بالموت كما لا يتأثر بالألم، لكنه متحد. ليه متحد؟ لأن الفدية لابد أن تكون فدية لا محدودة، ولا تكون الفدية محدودة إلا إذا كان اللاهوت متحد بهذا الجسد. علشان كده هو فداء المسيح للبشر يكفي من آدم إلى كل الدهور، لكنه لا يتأثر لا بالألم ولا يتأثر بالموت. اللي يتأثر بالألم الناسوت نفسا وجسدا، ويتأثر بالموت هو الجسد، لأنه المسيح مات جسديا. ولما نقول موت السيد المسيح مش معناه انفصال اللاهوت عن الناسوت، لا، نقول معناه انفصال الروح عن الجسد. يبقى موت السيد المسيح معناه انفصال الروح عن الجسد، وليس معناه انفصال اللاهوت عن الناسوت. آخر حاجة في مفاهيم وملاحظات في القيامة، المنديل الملفوف. يقول كده الكتاب في يوحنا 20، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل، ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. ايه يهمنا من القصة دي ان كانت الأكفان موضوعة في حتة والمنديل ملفوف ومحطوط في حتة وحديه؟ لا، ده يهمنا حاجة مهمة جدا، انه في التقليد اليهودي او في المجتمع اليهودي تقليد او عادة، يعني انه لما السيد يقعد على المائدة ياكل بيبقى قدامه منديل او فوطة، فالعبد يترقب سيده، ان نشف فمه وايديه ورمى الفوطة او المنديل اللي محطوط على المائدة كده، يبقى العبد يلم المائدة، خلاص يبقى سيده انتهى من الاكل. لكن لو لف المنديل وحطه على المائدة وقام، العبد ما يقدرش يلم المائدة، لأن ده معناه إن سيده راجع تاني يستأنف، يعني يرجع للأكل مرة أخرى. فالسيد المسيح هنا بيدي إشارة للموضوع ده، هو فلف المنديل ورتبه وحطه في موضوع، عايز يقول إيه؟ إن أنا راجع تاني. علشان كده هو وعد تلاميذه وقال لهم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. والإنجيل المقدس
يختم بهذه العبارة ويقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. لك المجد يا رب في ألامك وموتك، لك المجد في قيامتك وصعودك، لك المجد في مجيئك التاني الآتي المخوف المملوء مجدا، لك المجد الآن وكل أوان وإلى كل الدهور آمين. كل سنة وانتم طيبين.